يا دكتور انا خلعت عند حضرتك من ساعه ولسه ما خفتش. طب ازاي؟ وبعدين انا حاسه بوجع ليه؟ وبعدين ازاي بينزل دم يا دكتور؟ انا خلعت عند الدكتور قبل كده وخفيت في نفس اليوم. هو حضرتك عايزه تخلعي دلوقتي وتخفي دلوقتي؟ طب ازاي؟ يعني انت عايزه تعملي جراحه في الضرس وخلعاه والجرح يخف في نفس الوقت؟ ده حضرتك لو جالك دور برد بتقعدي فيه 3 ايام. لو انت حصل خبطه او كدمه في دراعك بتقعد معاكي اسبوع. لو انت اتجزعتي وقعتي على رجليكي واتجزعت هتقعد معاكي اسبوعين على الاقل. عايزه تخلعي الضرس وتخفي دلوقتي؟ لا يا فندم، ده جرح حضرتك هياخد معاكي من اسبوعين لحد شهر، وممكن يطول اكتر، يطول اكتر من كده لو حضرتك ما اتبعتيش تعليمات. ده جرح حضرتك خلعتي دلوقتي بتاخدي فتره لحد ما تخف، اسبوع، 10 ايام، اسبوعين، ده منطقي جدا. انا مش هخلع دلوقتي ومضطر اخف دلوقتي استحاله طبعا. بعدين حته انك بتحسي بوجع يا فندم ده خلع، يعني ده جرح حضرتك، فطبيعي هتحسي بوجع، هتحسي بتورم، مضاعفات ممكن تحصل، شويه التهابات في الجرح، ان ده جرح موجود في بق حضرتك، ليه اعراض طبيعيه بتحصل. الحاجه الثانيه ان حضرتك بتقولي بينزل دم، ما هو يا فندم طبيعي ينزل دم، ما ينفعش ينزل شربات حضرتك. يعني حضرتك هنا في اوعيه دمويه ربنا خالقها بيمشي فيها دم، فالدم ده حضرتك لما تخلعي الضرس بيطلع من الاوعيه الدمويه الموجوده في بقك اللي هي في الجرح اللي احنا عملناه اللي هياخد معاكي اسبوعين لحد ما يخف، فطبيعي هينزل دم يا فندم. وبعدين حضرتك مثلا لو في دم جامد حضرتك بتقعدي على قطنه ساعه وفي تعليمات كتير مبلغه لحضرتك. اما بقى حته الدكتور اللي خلع لك وخفتي في نفس اليوم، انا ماليش ليها اي تفسير غير حاجه من الاثنين: يا اما الدكتور ساحر، يا اما اللي خلع لك كان جن بقى.